السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض شوربة السفود. اوريك ازاي لو هنعملها بالكابوريا كده، ازاي ان انت تختاريها وازاي ان انت تعمليها. اول خطوة نعملها ايه؟ ان انت لو حابة ان انت تشتريها هتشتريها ان هي تبقى ناشفة كده من بره، يعني مش هتبقى طرية، يعني لما تمسكيها كده تحسيها ان هي ناشفة، لان الطرية بتبقى مش حلوة وبتبقى ليها ريحة زفورة كده. فاهم حاجه ان احنا نختارها اول حاجه حلو. نبدا ان احنا بقى ننضفها كده، ليها رجول، الرجول دي بنشيلها، ما بنرميهاش، الرجول دي بنحتاجها، بنعمل بيها الشوربه. انا حبيت كده اعملها معاكم وانضفها معاكم، لو انت يعني حابه تعمليها في البيت، مش هتشتري كده الاطباق اللي بتبقى جاهزه. نعملها كده مع بعض خطوه بخطوه. نبدا ان احنا ننضفها زي ما وريتك كده، بتشيلي ديت وبنبدا ان احنا نشيل الظهر بتاعها. شيلي كده الظهر بتاع الكابوريا، عشان بصي بتبقى شكلها عامل ازاي، هي بقى دي اللي بتبقى عامله ريحه الزفاره بتاعتها. فبنبدا ان احنا نشيلها، ولو كبيره بنقسمها نصين، لو كبيره بنقسمها نصين، لو صغيره بنبدا ان احنا نعملها كده عادي، بنشيل بس الظهر كده بتاعها وبنبدا ان احنا نعملها كده. احنا خلاص قسمناها اتنين، بنبدا بقى فيها كده حاجات سمراء، بنبدا ان احنا نشيلها كده وننضفها. بس احنا كده بنبدأ ان احنا كده ننضف الحاجات السمراء كده اللي فيها. ازاي بقى تختاريها ان هي تبقى فيها لحم كده ومليانه؟ اقول لك برضو ازاي تختاريها. ان انت لما بتيجي تشتري كده الكابوريا بتختاريها ان هي بتبقى كده تقيله معاكي، يعني لما بتمسكيها كده في ايدك بتلاقيها سواء صغيره او كبيره بتلاقيها تقيله معاكي، هي ديت اللي بتبقى فيها لحم. يعني لو اخترتيها خفيفه مش تبقى فيها لحم، مش تعمل معاكي شوربه حلوه. احنا كده بنختارها بتبقى تقيله معانا، زي ما وريتك كده. بصي الظهر دوت اهو، بتجيبي كده تشيلي كده الظهر بتاعها، يعني مش مستحب ان انتي تعمليها على بعضيها. احنا كده بنعملها عشان يبقى شكلها كده حلو معانا في الشوربه، وشكلها كمان حلو معانا في التقديم، وبتبقى سهله كمان في الاكل. نبدا كده ان احنا نقسمها. اهي بصي بقى الحاجات اللي هي السمرة دي بس من فوق بس كده، بنبدأ سهلة جدا، مش صعبة يعني طريقتها. نبدأ كده ان احنا نشيلها كده. عملناها هي بقى، نبدأ ان احنا نخلص بقى الكمية معانا، نشطفها بقى كده، نشطفها كده شطفة حلوة، خلصها كده ونشطفها شطفة حلوة بالمية كده. احنا خلاص شطفناها كده بالمية بليمونه كده، عصرنا ليمونه شطفناها شطفه بسيطه. واللي لسه بقى معايا لحد دلوقتي كده بالفيديو، ما تنسانيش بقى ان انت تدعميني وتكبري لي كده صفحتي، عشان انا محتاجه كده ان الصفحه اكمل شروطها والصفحه تنجح ان شاء الله، عشان تشوفوا معايا كل حاجه حلوه وكل حاجه كده تفيدك. معانا كده بصلايه مقطعه، معانا معلقه تتبيله كده هنتبل بيها، ديت زي تتبيله السمك بالظبط، عباره عن توم مفروم وفلفل مفروم وملح وكمون وكزبره ناشفه وليمونه كده معصوره. هنتبل بيها، هنعمل بيها كده الشوربه بتاعتنا. احنا كنا عصرنا كده ليمونه عليها وشطفناها شطفه كده حلوه عشان ريحه الزفاره. معانا بقى الحله بتاعتنا، هنبدا نحط فيها ايه؟ معلقه من الزيت، وهنبدا نحط كده البصلايه بتاعتنا. احنا البصلايه مش هنسيبها على النار يعني، ولا تحمر ولا تصفر، زي ما هي كده بس، عشان بس ديت خطوه كده في الشوربه بتاعتنا. وبعد كده بقى هنكون حاطين، هنكون طبعا غاسلين بقى كده، غسلنا كده الكابوريا بتاعتنا غسله حلوه بالليمون. خلاص هنحطها بقى عليها كده على البصلايه بتاعتنا. حطينا الرجول اللي قلت لك عليها اهي، ما رميناهاش عشان دي بتدينا برده شوربه حلوه. وبنبدا ان احنا نحط معلقه الدقه اللي قلت لكم عليها، هي فيها ليمون وتوابل وثوم وكل حاجه، تعمل لنا بقى شوربه جميله. بس ما بنقلبهاش كتير عشان ما تتهريش معانا، يا دوبك بنسيبها على النار كده 5 دقايق. وبنبدا بقى ان احنا نشوف بقى نعمل الشوربه معانا ازاي.
كده خلاص هي احمرت معانا. مجرد ان هي تحمر معانا من غير لسه ما حطينالهاش ميه ولا حاجه، مجرد ان هي تحمر معانا كده خلاص ان هي بدات بقى ان هي هتستوي معانا. نبدا بقى نحط لها الميه عشان تعمل لنا بقى الشوربه الحلوه كده بتاعتنا، حسب بقى الكميه اللي معاكي من الكابوريا. يعني الكميه دي هنحط لها حوالي 3 كوبايات ميه. احنا بنحط كده كوبايه دوبك بتغلي غلوه، بنبدا نحط كوبايتين ميه تاني، يعني حوالي 3 كوبايات ميه. كده خلاص هي استوت معانا، يعني قعدت كده معانا 10 دقايق بعد ما حطينا الميه تغلي كده 10 دقايق على النار. خدت معانا سوا كده جميل. طبعا مجرد ان انت يعني تيجي تقطميها كده تلاقي ان هي اتقطمت معاكي كده خلاص عرفتي ان هي الكابوريا خلاص استوت معاكي. بنبدأ بقى ان احنا نصفيها كده كلها من الشوربة بتاعتها عشان نبدأ نحضر بقى الشوربة بتاعتنا. خلاص بقى احنا خدنا منها كده يعني الطعم والريحه كده بتاعتها. بنبدا بقى نعمل الشوربه. معانا معلقتين من الدقيق هنحط عليهم كده ربع كوبايه من الميه. دي بقى المعلقتين كده الدقيق دولت هم دول اللي بيعملوا لنا القوام التقيل، القوام اللي انت بتشوفيه كده شوربه تقيله بتاعه المحلات بتاعه اللي هي شوربه الجاهزه، هي دي بقى بتعمل لنا القوام التقيل. كمان بتدينا بقى اللون الابيض اللي انت بتشوفيه. مجرد بس ما حطيناها غيرت اللون على طول بتاع الشوربه بتاعتنا. كمان بنحط نص كوبايه من اللبن. ممكن تستغني عن اللبن عادي، بس يعني مش هتديك الطعم اللي هو يعني الغني. كمان نحط لها معلقه من الزبده. هنقلب كده بقى كله مع بعضه. وكمان هنحطها على النار يا دوبك الزبده تسيح معانا وتغلي غلوه واحده بس كده بالزبده اللي احنا حطيناها. كده خلاص هي غلت غلوه واحده معانا. بصوا بقى الجمال، بصوا الحلاوه، يعني طعم وريحه بقى مظبوطه ظابطه، يعني بتظبط ظابطه كده من غير بقى يعني اي حاجه تانية. هي كده خلاص جاهزه معانا اللي انت بقى تاكليها كده حاجه جميله. عاوزه بقى تقدميها كده في اطباق شوربه لوحديها قدميها، عاوزه تقدميها كده حابه بقى ما انت عاوزه. نحط لها كده شويه بقدونس ونحط لها كده ليمونه مقطعه. هوريكي كمان بقى السوا بتاعها دلوقتي مستويه، يعني سوا جميل جدا. زي ما قلت لك كده تاخدش حاجه على النار. اوريك كده السوا بتاعتي بقى مستويه كده معانا ازاي. دلوقتي احنا يعني غلينا غلوه. انت بقى عاوزه الشوربه تبقى تقيله عن كده بتسيبها تغلي غلوه تاني. يعني كده هي القوام ده معانا كده مظبوط. لو انت حابه ان هي تبقى تقيله معاكي سنه كمان بتسيبيها بقى على النار تغلي غلوه تاني، تبقى برضو جميله جدا. بصوا بقى السوا بتاعها تدوسي كده عليها هتطلع لك كده الكابوريا بقى كده طعمها خطير، طعمها حلو جدا. اعمليها على الطريقه دي ان شاء الله هتعجبك. لو عجبك الفيديو بقى ما تنسانيش في لايك، ما تنسيش الاشتراك عشان تشوفي معايا كل جديد. وبألف هنا والشفا، واسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض شوربه السفود. اوريك ازاي لو هنعملها بالكابوريا كده، ازاي ان انت تختاريها وازاي ان انت تعمليها. اول خطوه نعملها ايه، ان انت لو حابه ان انت هتشتريها ان هي تبقى ناشفه كده من بره، يعني مش هتبقى طريه. يعني لما تمسكيها كده